مساء الخير عليكم، فيديو جديد من نوعه. انا النهارده هعمل معاكم عجينه السيراميك بطريقه سهله وبسيطه. هنشكل منها حبه اشكال حلوه قوي لهدايا كريسمس. المقادير بتقول ايه: كوبايه واحده من النشا، نص كوبايه من الغيره البيضاء، معلقه زيت او فازلين، وزيت عطري وده اختياري. الزيت العطري ده علشان بس ريحه الغيره ما تبقاش مؤذيه بالنسبه لنا وتتعبنا. تمام كده. لو انت متقبله الريحه بتاعه الغيره ما فيش اي مشكله خالص. انا اشتريت علبه غيره ربع كيلو، اللي هي 250 جرام يعني. لونها ابيض زي ما انتم ما شايفين كده. معلش الكاميرا مش موضحه قوي. بتبقى سايله كده زي ما انتم ما شايفين. ومعايا كوبايه واحده من النشا البيضه العاديه. انا بستخدم ادوات تنفع ان هي تستخدم لمره واحده، علشان الغيره طبعا مضره، وعلشان ما استخدمهاش تاني خلاص في الاكل. فانا استخدمت كوبايات بلاستيك ومعالق بلاستيك عشان ابقى سهل ان انا ارميها. لو انت عندك حاجه قديمه تقدري تعجني فيها زي ما انت عايزه. المهم ان المقدار دوت تمشي عليه بالمظبوط كده علشان العجينه بتاعتنا تطلع مظبوطه. انا فضيت نص الكوبايه بتاعه الغيره على كوبايه واحده من النشا، وده فازلين او كريم كده مرطب. اهم حاجه ان العجينه بتاعتي ما تبقاش يابسه، علشان كل ما كانت يابسه وناشفه كل ما هتتقطع وتتكسر مننا. تمام. احنا عايزينها واحنا وبنشكلها تكون عجينه طريه كده عامله زي الصلصال. تمام كده، نفس قوام الصلصال ونفس الطريان بتاعه. هبتدي بقى اسلت كده الحاجه من المعلقه، وابتدي اعجن بايدي علشان اشوف القوام مظبوط ولا لا. وهنستخدم معاها يعني نفس تكنيكات العجينه العاديه. يعني لو حسيتي ان هي ناشفه والنشا اللي عندي كتيره، هتزودي معلقه او اتنين من الغرة. حسيتي اللي هي طريه زياده، هتزودي حبه من النشا، وهكذا زي ما بنعمل اي عجينه. طب ايه فايدة الزيت العطري؟ ان احنا بس نتقبل فكرة او ريحة الغرة. تمام كده. لو مش عايزة خلاص استكفي بالملين او الحاجة الرطبة اللي احنا بنحطها، الزيت او الفازلين او اي كريم ترطيب عندك كده يكون طري، يعني زي الفازلين اللي انا بستخدمه دوت، علشان يطري معانا العجينة وخلاص. لو انت حابة متقبلة ريحة الغرة، هي عامة يعني لما بيقعد او بينشف ما بيبقاش فيه ريحة خالص فيه. تقدري تستخدمي زيت الطعام عادي، زيت شعر عادي، علشان تطري بيها العجينه بدل الفازلين. انا ببتدي اعجن كده زي ما انتم شايفين. المهم ان هي تبقى عجينه طريه، والغرة اللي فيها يكون سوري، النشا اللي فيها يكون داب في وسط الغرة. تمام كده. القطعة اللي معايا دي او مقدار الكوباية من النشا دي هتعمل منها اشكال كتيرة قوي من اشكال الكريسماس، يعني مش مكلفة بالمرة. هتبسطي بيها اولادك وتعملي بيها اشكال احنا ممكن نشتريها من بره بشيء فلاني. ينفع نعمل بيها ميداليات كمان، ينفع نعمل بيها الاشكال ديت ونلزقها على مجات. بصي يعني هتبدعي منها وانت اللي هتطلعي منها افكار. سامحوني لو كان الفيديو ملهوش اي علاقة بالطبخ، بس انا بحب قوي اشارك معاكم كل حاجة جديدة بعملها. ودي حاجة كانت ممكن تبسط الاولاد، وحاجة مناسبة للكريسماس والاجواء اللي احنا فيها، اجواء الكريسماس. اهم حاجة لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك والشير، وتنزلي اعملي اشتراك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. وهتستنيني بقى في الفيديوهات اللي جاية كتير، هنعمل اشكال بابا نويل وكمان حاجات الكريسماس. اشوفك في فيديو جديد. باي باي.